هي المرة لوين طالعة اليوم اريد اوصل وياها الحل. طالعة بالبث تحمل كل شيء. اي انا اتحمل كل شيء. انا اتحمل من الزين واتحمل من الشين المثلك. انا ما قايله لا. اي صح، انا طالعة بث، صحيح انا طالعة بث، والبث اتحمل من الزين واتحمل من الشين المثلك، صحيح. ما حكيت الا الحكايه العدله بيك وما تنزل. اي بعد روحي عود معقل. يا كان شاولا معقل خي شاولا معقل. انت شني وذا معقل. يلا القرآن بس الاهل رفحه. يا لا يا بعد روحك وبعد طولك. انا مو من جماعة رفحة. تدري انت ليش تقول انا من جماعة رفحة؟ لين تشوفني مرة معدلة، مرة راعية حظ وبخت، مرة اشتغل بتعبي، مرة ما اطلب من احد واخذ. طبعا ما تتقبلها، تقول لك مرة ساكنة الغربة وحدها بس هي وزعاطيتها، وحاطت لها اسم، وحاطت لها اساس، وحاطت لها شغل، وحاطت لها بيت، وحاطت لها سيارات، وحاطت لها ذهب، وحاطه هذا كله. منين تجيبه؟ اكيد الدوله تعطيها رواتب. لا يا بعد طولك، انا ما تعطيني الدوله رواتب، لا. انا مو من جماعه رفحه، انا مره صايمه هسه. اول شيء ما لنا حق نحكي احنا على جماعه رفحه، لانه جماعه رفحه ناس لهم مبدا انه صاروا ضد النظام وطلعوا ضد النظام وما قبلوا انه الظلم اللي يصير لهم. حسب رايهم، هم رايهم انه يقول لك هذا النظام ظلم علينا، فاحتجوا على هذا النظام وطلعوا. من طلعوا تغربوا، فالحكومه قررت لهم انه يستاهلون ياخذون الرواتب. عاد ما يستاهلون الرواتب، هاي مو مشكلتنا احنا، هاي مو مشكله الشعب، هاي مشكله دوله، مشكلة سياسيين، مشكلة رؤساء. هاي هي مشكلتهم، انه يشوفون اهل رفحة لهم حق ياخذون او ما. احنا شو علينا؟ احنا شلنا علاقة